السلام عليكم وياكم معقني. إذا وصلنا سنة 2026 بسلام يعني بدون حروب ومشاكل عالمية ومن هالأمور، وطبعا بهيك حالة أول شيء لازم نقول الحمد لله. يعني إذا مشت الأمور مثل ما مخطط إلها وما طلعت لنا بعرة منا أو منك، فراح نكون قدام سنة عظيمة من حيث الترفيه. وأدري إني قرصون لازم هذا وجاي أحكي، بس يعني عمود اشوف نفسي هنا واضبط التصوير. اذا السنه مشت هيك وبدون بعرات مثل ما قلت، فممكن نقول عليها ان هي كانت اقرب السنوات لسنه 2019. كذلك اعتذر عن صوت المكيف، بس الجو عندنا كلش حار فسوري مره ثانيه. فشنو موضوعنا اليوم؟ بهذا الفيديو راح اسولف وياكم عن افضل الاعمال الجايه سنه 26 من العاب وافلام ومسلسلات. فلا تنسون اللايك والاشتراك اذا عجبكم الفيديو، وهدفي نوصل ل 2000 مشترك قبل ما نخلص هاي السنه. واعرف ان بعد ل 170 يعني مو ذاك العدد الكبير، لكن بما انه المحتوى تغير او بديت بدايه جديده، فيعني 2000 مشترك قبل نهايه السنه او اكثر، يعني من 2000 مشترك اعتبرها شيء منطقي ونقدر نوصل له، وطبعا كل ثقه بكم. فبدون ما اطول وياكم اكثر بالمقدمه، خلونا نستمتع بالفيديو. بما انه انا اعتبر نفسي اكبر مطبل لسلسله ريزدنت ايفل، فايه نبدي وياها. وبسنه 2026 راح نشوف ريزدنت ايفل 9 او ريكويم، بعد اخر لعبتين من ريزدنت ايفل اللي هو الثامن فيلج والرابع ريميك. ويا الله ايش قد حبيت الرابع. هسه ورا ما اخلص فيديو راح انزله لعبه المره السابعه، لكن هسه خلينا نكمل الفيديو. راح تجي ريزدنت ايفل 9 سنه 26 وتكمل قصه واحده من اكثر الشخصيات الايقونيه بهذا العالم، واللي هو ليون اس كينيدي. وممكن يكون هالجزء بشكل كبير خاتمه لقصته، مثل ما شفنا ويا فيلج بان الشخصيات بدات تكبر ويستبدلونها بشخصيات جديده. يعني ايثن استبدلوه ببنته روز، وبالنسبه لكريس ريدفيلد فاعتقد ان ريزدنت ايفل فيلج هو اخر ظهور له، وصح هالشيء ما احبه، لكن تعتبر خطوه جريئه من عندهم. وبهذا الجزء همين راح نرجع لمدينه راكون وباجواء الزومبي اللي همين افتقدناها. وكذلك اللعبه مبينه من التريلر يعني راح تسوي موازنه بين الرعب والاكشن مثل ما شفنا ب 7 بايو هازارد و8 فيلج. وهالطبخه اللي هو المزيج بين الرعب والاكشن كلش حبيته باخر العاب هالسلسله. ولهذا السبب نشوف مستبدله بطوله هذا الجزء بهذه الشخصيه اللي نسيت اسمها، لان ليون شاف اهوال ومستحيل تشوفه يركض او يشرد من فد زومبي او فد وحش. وهذا نفس الشيء اللي هم قالوا المطورين مال اللعبه. فاي اشوف اختيار كلش منطقي. والاحلى من هذا بان اللعبه راح تنزل في فبراير من السنه الجايه، يعني تقريبا ويا رمضان. وهاي سولفت عن ريزنت ايفل، خل نروح للعبه اللي بعدها لان اذا اطول راح احكي والفيديو راح يصير مدته ساعتين او اكثر. وهي اللعبه المنتظره من 13 سنه، واللي اخيرا راح تنزل بشهر مايو من السنه الجايه. وطبعا هل يخفى القمر جاي احكي عن جي تي اي 6. وعلى قد ما متحمس لهذه اللعبه، لكن ما اقدر اخفي بداخلي شعور اللي نقدر نقول القلق بخصوص شغلتين. الاول لان هم كلش عادي وبدايه السنه الجايه يقولوا لنا ترى اجلناها للسنه اللي بعدها. والشغله الثانيه بس بنسبه اقل هو شنو اللي نتوقعه من هذه اللعبه، لان ترى جي تي اي 5 بعد الحدثت اللعب، فانت ما راح تنزلها بعد هالغياب كله، لازم تكون اعلى وبهواي من التوقعات اللي احنا حاطينها لهذا الجزء. لكن مع ذلك ومع التخوف اللي بداخلي عندي ايمان كلش قوي بروك ستار، لان هالشركه بعمرها ما سوت لعبه سيئه. فاي حضر جيبك نفسيا وماديا لهذه السنه، لان ممكن واكيد يعني راح تنخسف ميزانيتك بشكل كبير بسبب الالعاب. وبالنسبه لي جاي احكي راح تنخسف اكثر اذا نزلت ذا ويتشر 4. طبعا البلبل هسه جاي يغرد كالعاده، طبعا صار جزء من محتوى قناتي هذا البلبل، فسوري على صوته. نكمل الفيديو. طبعا ذا ويتشر 4 هي مو اكيد تنزل سنه 26، لكن بنسبه كبيره وبالنسبه للتوقعات فممكن تنزل باواخر سنه 26. لكن اذا نزلت حرفيا تيك ماي ماني. شايف انا ايش قد شبيح سلسله ريزيدنت ايفل؟ ذا ويتشر تقريبا نفس الشيء، ولا مستحيل يكون شيء نفس ريزيدنت ايفل بالنسبه لي، لكن تقدر تقول هم شبيح لها من الجزء الثالث. يعني عمود لا اكون محنك واقول لاعب من الاول والثاني، لا. وهالسبب يرجع لان هي يمكن اللعبه الاولى من تصنيفها اللي اكون كلش احبها واحب عالمها، لان انا انسان احب وبنفس الوقت اكره العاب السولز بسبب صعوبتها يعني. فاجت ذا ويتشر 3 وعطتني ولو بشكل بسيط نوعا ما شيء من هذا العالم اللي هو عالم السولز. وما ادري اذا هي لعبه سولز او لا، لكن مثل ما قلت هي عطتني شيء مشابه لعالم السولز، لان انا احب العاب السولز بس ما العبها لان صعبات كلش. وشنو المتعه بلعبه تلعبها وتموت فوق المهم نكمل. والحلو كذلك ان انت ما راح تلعبها بشخصيه جديده، لا راح تلعب بسيري اللي كنا ندور عليها بالجزء الثالث. وعلى ذكر الجزء الثالث فقالوا بان جارولد راح يكون موجود بهذا الجزء. فاي لحد الان 3 العاب والميزانيه جاي تنخسف اكثر واكثر. شنو عندي بعد؟ سايلنت هيل اف. وهالمره ننتقل من شوارع امريكا الكئيبه للريف الياباني المخيف. واذا تسالني عن اليابان فاقول لك كل شيء يطلع من هناك حلو، من بلاي ستيشن، الانمي، السيارات، بلد باختصار حلو يعني. حتى جوده الحياه هناك تختلف، فما بالك من يسوي لك لعبه رعب من التصنيف النفسي. فايه استعد. وبعد شنو عندي؟ ريزنت ايفل، سايلنت هيل، ذا ويتشر، جي تي اي. بعد شنو؟ وولفرين او مارفل وولفرين، الاستوديو اللي رجع هالاسم اسم سبايدر مان للحياه بعالم الالعاب. كذلك عندي ايمان بهذا الاستوديو بان راح يقدم لنا تحفه فنيه ثانيه ويا وولفرين، فننتظر ونشوف. ايه انا هم الالعاب اللي متحمس لهن سنه 2026. وهسه خلوا نروح للافلام.
من ثلاثية باتمان، البرستيج، الانسبشن، الانترستيلر، الدونكيرك، وكذلك التنت، مع تحفظي الشديد على هذا الفيلم. الآخر شيء اوبنهايمر. كل هذين التحف من إخراج المخرج العظيم كريستوفر نولان، اللي راح يجينا سنة 2026 ويا ملحمة جديدة، وأكيد راح تكون اسم على مسمى، واللي أقصده فيلم ملحمة الأوديسيا أو ذا أوديسي. يا أخي هذا المخرج أحبه، يعني يعطيك الشغلة هيك تحسه يسويها بدم قلبه. توني أدركت بأن قصتي كبيرة فعدلت شعري. الفيلم من اسمه راح يحكي لنا قصة ملحمة الأوديسيا، واحدة من أعظم القصص الأدبية بالتاريخ الإنساني، وبيها شكو شيء أحبه من الميثولوجيا والإغريقية بالذات، وحوش غريبة من هذه الميثولوجيا، سحرة، عالم سفلي. يا الله متحمس كلش لهذا الفيلم. وهذا الفيلم راح يخليني أقول شيء ما قايله من زمان بخصوص الأفلام، بأن راح أشوفه بأول يوم ينزل بيه بالسينما. يعني ما أقول انتظر الزخم ويقل، لا، أول يوم راح تشوفني قاعد بالصف الثالث بالقاعة مال السينما، وبالنص وياي علبة شامية كبيرة وأباوع واستمتع. آخر مرة قلت هيك أو سويت هيك كان من نزل فيلم سبايدر مان نو واي هوم. فإيه خلصنا حكي عن الملحمة التاريخية، خلينا نطب بملحمة مارفل. واللي على مود أكون صريح، فمن إند جيم والمستوى بهبوط كل شوية مارفل، لكن ويا وجود دكتور دوم فأكيد افنجرز دومزداي راح يكون من أفلام المنتظرة سنة 2026. ومستمرين ويا مارفل، بس هالمرة ويا رجعة الفريندلي نيبرهود سبايدر مان، ويا فيلم الجديد سبايدر مان براند نيو هوم. والسبب الوحيد اللي يخليني أتحمس لهذا الفيلم هو ارتباط هذا الفيلم، واللي راح أحكيه هو نظرية من يمي ما متأكد من صحتها، لكن مجرد نظرية نكمل. ارتباطه ويا قصة دير ديفل بورن أجين، أو بالتحديد بالنهاية لما يقول مات موردوك بأن إحنا نحتاج جيش. ومن الكاست مال فيلم سبايدر مان الجديد نعرف بأن ذا بانشر موجود، وبما أنه بنهاية مسلسل دير ديفل قدر يشرد من سجن ويلسون فيسك، فعلى الأكثر راح يكون هذا الفيلم هو تمهيد لدخول سبايدر مان المسلسل دير ديفل بورن أجين الموسم الثاني. يا الله أنت متخيل الحماس، يعني أنا أحب دير ديفل وراح أشوف سبايدر مان وذا بانشر. واخيرا وليس اخرا، بهاي القائمه المتواضعه المليانه اسامي عظيمه، راح ينزل فيلم جديد لواحد من الممثلين المفضلين عندي، وجاي يحكي عن راين جوزلين وفيلم الجديد بروجكت هيل ماري، واللي يحكي عن قصة رائد فضائي يقعد بمحطة فضائية وهو فاقد للذاكرة، ما يعرف من هو ولا شنو هي مهمته، ويستعد ذاكرته تدريجيا يعرف بأن هو الرسل للنظام الشمسي المود يعكس حدث فضائي خلى الأرض تدخل بمرحلة جديدة من مراحل العصر الجليدي، أو المرحلة الأولى، يعني هي الأرض دخلت بالمرحلة الأولى من مراحل العصر الجليدي. واعتقد بأن الفيلم مبني على رواية تشيل نفس الاسم، وكذلك راح تشاركه بالبطولة إما ستون. فايه هذني اهم الافلام اللي منتظرهن لسنه 2026. وهسه خلينا ندخل اخير شيء على المسلسلات. سنة 26 بالنسبة لي هي سنة سيكولز أكثر مما هي سنة أعمال جديدة، بس ما يخالف خلينا نبدي ويا مسلسل جديد واللي هو مسلسل سبايدر نوار. وليش هذا المسلسل موجود بهذه القائمة؟ أولا لأنه يحكي عن قصة أو شخصية من شخصيات سبايدر مان بالأكوان المتعددة، وثانيا لأن نيكولاس كيج ماي فيفورت جوست رايدر. صح هو آخر فترة ممثل مغمور ويعني حالته تقهر، بس استيل أحبه لأن مرتبط كلش بطفولتي. فإيه وهسه خلينا ندخل بالمسلسلات السيكول. وكذا أول شيء راح أحكي عن البطل الخارق المفضل عندي، واللي ممكن تعرفونه من الاوترو مع القناه سواء الاولى او الثانيه، اللي هو الموسم الثاني من Daredevil Born Again. فبعد النهاية الخرافية اللي خلتنا متعلقين ويا انتصار ويلسون فيسك وهزيمة مات وجماعته، هالموسم راح يكون أعظم من الأول لهواي أسباب. أفضل أخليهن الفيديو بحثهن قبل لا ينزل المسلسل. وللمسلسل اللي بعده اللي هو المسلسل العبيط، وكذلك راح يكون آخر موسم لهذا المسلسل. جهته طبعا عن ذا بويز الموسم الخامس. وصح المسلسل راح يكون خاتمة لقصتهم، لكن مو خاتمة لعالم ذا بويز. وهو صح صار بي شوية حلب مالت الله هواي مو شوية، بس من راح يخلص راح نشتاق له، أو جهتي عن نفسي أنا راح أشتاق له كلش. فإيه متحمس له، وكذلك متحمس اشوف شلون راح تكون نهايه هوملاندر، لان نهايته بالكوميكس اللي قروها حرفيا نهايه خلتني مصدوم وانا اقراها. فاي اخيرا وليس اخرا، الحب التوكسيك اللي هو عالم جورج مارتن. ويا سنه 2026 راح نشوف مسلسل جديد من هذا العالم. وليش جاي احكي هيك بنبره ممكن تبين محبط؟ لان اللي ينقرص من الحيه يخاف من جره الحبل. فبسنه 26 راح نشوف الموسم الاول من مسلسلهم الجديد فارس من الممالك السبعه، وممكن كذلك نشوف الموسم الثالث من هاوس اوف ذا دراجون. فننتظر ونشوف. ولهنا وصلنا لنهاية هذا الفيديو اللي سولفنا به عن أهم الأعمال اللي جاية بسنة 2026. وطبعا ندري أن ما حاجة أقول هالشي، بس هاي القائمة من وجهة نظري الشخصية، ممكن تختلف وياها ممكن تتفق. وكذلك إذا عندك أفلام مسلسلات ألعاب أنا ما ذكرتهن وأنت متحمسهن اكتب لي اياهم بالتعليقات. واتمنى عجبكم الفيديو. اعتذر عن التاخير بالتنزيل، بس حرفيا اجاني برين فريز، يعني ما كان عندي افكار لحد اليوم، واللي سبحان الله اليوم جاني فكرتين اللي هو فكرة هذا الفيديو
فكرة فيديو ثاني، وكذلك فكرة جديدة كاملة عن سلسلة جديدة. لكن هالسلسلة ما راح اسويها الا لحد ما شوي تكبر القناة، وبما انه انا بادي بداية جديدة باليوتيوب اعرف بان صعب تكبر القناة، لكن انا راح اسوي اللي علي، راح اجتهد، راح احاول اقدم افضل محتوى اقدر اقدمه بالامكانيات الموجودة طبعا، واحاول يعني اطور القناة بشكل مستمر. فاتمنى من عندكم الدعم والنقد عن الاشياء اللي تحتاج تطوير. فايه هذا كله كان عندي، كان وياكم ماجني، لا تنسى اللايك والاشتراك. سلام او بيس او اديوس.